زمان مكة كانت وادي غير ذي زرع، ما كانش فيها حاجات تكفي معيشة قريش. فكانت قريش دايما بتسافر في السنة مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء. في الصيف كانت بتروح الشام، أما في الشتاء كانت بتروح اليمن. كانوا هناك بيجيبوا حاجات التجارة بتاعتهم، يعني مثلا الأكل، الشرب، اللبس، الحاجات اللي بيبيعوها، أي حاجة بيتاجروا فيها كانوا بيشتروها في الرحلتين بتوعهم. ولما كانوا بيروحوا التجارة بتاعتهم وبيسافروا، كانت الناس تعرف ان هم قريش او ان هم اهل مكة، كانت بتبقى مبسوطة بيهم جدا وكانت بتقدرهم جدا، لان هم كانوا مقتنعين ان هم عندهم بيت الله الحرام، فهم في امان دايما ومفيش خوف عليهم. فكانوا دايما ملازمينهم، بيصاحبوهم، يسافروا معاهم، دايما شايفين ان هم في امان طول ما هم معاهم. فنزلت بقى سورة قريش بتقول لإيلاف قريش إيلافهم، يعني إيلاف قريش يعني وحدتهم ولأجل عادتهم اللي هم كانوا دايما مع بعض وبيروحوا وييجوا، بيروحوا مثلا يسافروا ويرجعوا آمنين، مفيش خوف عليهم. رحلة الشتاء والصيف، الرحلتين، الشتاء قلنا في اليمن وفي الصيف بيروحوا الشام يشتروا حاجات للتجارة بتاعتهم. فالآيات دي ربنا سبحانه وتعالى أنزلها تذكر قريش بالنعم اللي ربنا أنزلها عليهم، وإن إزاي هم من سكان الحرم ولكن هم مش بيعبدوا رب هذا البيت. ولو عايزين فعلا يشكروا ربنا سبحانه وتعالى على النعمة دي فليعبدوا رب هذا البيت، يعبدوا رب البيت مش الأصنام اللي هم بانيينها والأوثان وواقفين عمالين يتعبدوا ليها وهم بانيينها أصلا بإيديهم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع يعني مكة دي زي ما قلنا كانت وادي غير ذي زرع، ولكن هم كانوا بيلاقوا ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويروحوا آمنين ويرجعوا برضو آمنين. بس كده يا رب تكونوا استفدتوا من سورة قريش، هي سورة صغيرة جدا وجميلة جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.